في يوم من الايام كنت قاعد بكتب كود جافا سكريبت، وفجأة سألت نفسي: لما نادي على دالة جوه دالة، الكمبيوتر ازاي بيعرف مين اللي شغال دلوقتي ومين اللي لسه مستني؟ بعد سيرش بسيط اكتشفت ان الموضوع مش بس في جافا سكريبت، لا ده تقريبا في كل لغات البرمجة، والسر في الكول ستاك. السلام عليكم، معاكم محمد الملة، مدير برمجة الكاملة. عشان نفهم الكول ستاك الأول عاوزين نفهم الجملة ومعناها بشكل واضح كترجمة. حتى هي اسمها استدعاء للستاك. طب تخيل معايا كده انك عندك دفتر ملاحظات صغير، كل مرة الكمبيوتر يبدأ ينفذ الدالة يكتب اسمها في أول سطر، ولما الدالة تخلص آخر حاجة اتكتبت هي أول حاجة بتتشطر، زي كوبايات محطوطة فوق بعض، اللي بيطلع هو آخر حاجة اتحط. الطريقة دي اسمها last in first out، وهو ده بكل اختصار الستاك. في الفانكشن دي اول فانكشن اسمها فيرست، بتاخد بارامتر اسمه ني، وتنفيذها بيطبع في الكونسول دوت هلو زائد الني. بعد كده الفانكشن التانية اسمها سكند، وجواها روح نادي فانكشن اسمها فيرست واديلها نيم اسمه علي، ثم روح لنفس الفانكشن اسمها فيرست واديلها نيم اسمه سارة. وبعد كده اخر حاجة استدعي الفانكشن التانية اللي هي سكند. ففي المثال اول حاجة هتحصل هي ان الدالة الاولى فيرست اتخزنت في الميموري، ثم الكمبيوتر لقى دالة السكند فهتتخزن برضه في الميموري، واشتغلوا بس لما يتم استدعائه. اول واحدة هيتم استدعائها هي السكند، لان الكمبيوتر مش هيعرف يخش اصلا جوه السكند يستدعي الفيرست الا لما يستدعي السكند، فهيلاقي انه بيستدعي فانكشن جواها النيم اسمه علي. فكده هيتم استدعاء الدالة الاولى وتتخزن في النتائج هلو علي، فكده اول كود اتنفذ فهيتمسح. وبعد كده هيلاقي نفس الفانكشن اسمها فيرست هيتم استدعائها للمرة التانية بس باسم مختلف، وبعد الخطوة دي يبقى خلصت الدالة السكند فتتمسح من الستاك. تعال نشوف حاجة أخطر شوية، وهي الريكيرجن. الريكيرجن هي دالة بتنده على نفسها، زي الفاكتوريال اللي هو بمفهوم الماس مضروب العدد. فهنا في المثال بتاع الفاكتوريال، هنا عاوز فاكتوريال 3، فلما يكون ال n في 3 مش هيحصل الحالة الأولى، فهيرجع 3 في فاكتوريال 2، فالكمبيوتر هيحطها في الستاك ويلاقي جواها فاكتوريال 2 فيضيفها فوقيها. ال n ب2 فبرضه الحالة الأولى مش هتتنفذ، فيجي في الحالة التانية ويرجع 2 في فاكتوريال 1 فيضيف فاكتوريال 1 فوق فاكتوريال 2. اما ال n بقى تكون 1 هترجع 1، ولما نوصل للبيس كيس يفضل برج بالعكس، فاكتوريال 1 هترجع 1 ويتشال، فاكتوريال 2 هترجع 2 وتتشال، فاكتوريال 3 اللي احنا عاوزينها هترجع 6 وتتشال وتتطبق في الكونسول. لكن لو الدالة ما وصلتش لنقطة توقف ايه اللي هيحصل؟ زي مثلا اللي قدامنا في الشاشة دي، كل مرة الكراش تنده على نفسها فالكمبيوتر هيضيفها في الستاك، والموضوع ما بيخلص لحد ما الميموري تتملى ويطلع لك ايرور مشهور اسمه ستاك اوفرفلو. وبكده عرفنا ان الكول ستاك زيه زي برج بيتبني بالدوال ويتفك بالعكس، وهو السبب ان الكود بيشتغل بالترتيب الصح. وبكده نكون خلصنا حلقتنا، واشوفكم في الفيديو الجاي.